السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي موحى الأهلاوي، أهلا بكم. امبارح كان في تمرين الساعة 5 لفريق الكرة بالنادي الأهلي، وشهد التمرين تجمع للعيبة من خلال الكابتن عماد النحاس والكابتن محمد يوسف والكابتن محمد شوقي. وتم التنبيه على اللعيبة بمدى خطورة الفترة القادمة، بالذات أو بالأخص بعد تداول السوشيال ميديا والشارع المصري والوسط الرياضي إن الأهلي يعتبر اخد الدوري خلاص او قرب قوي من الدوري. لكن الكلام ده كان مرفوض تماما من الجهاز الفني، ونبه للعيبه ان هم يركزوا في المباريات القادمه. عندنا سيراميكا يوم الثلاث ان شاء الله، وبعد كده هيبقى البنك الاهلي، وبعد كده فريق فاركو. طبعا الثلاث انديه دول هم اللي عملوا مشاكل لبيراميدز والزمالك، فبالتالي مباريات صعبه جدا مطلوب فيها الحذر ثم الحذر. الاهلي يقدم بمستوى اللي قدم بيه مباراة المصري وقبل كده حرس الحدود والمستوى وقبل كده بتروجيت، فطبعا لازم نستمر على نفس المستوى ده. فالجهاز الفني نبه اللعيبة لخطورة الأيام القادمة، ولازم نأدي بالشكل القوي زي كل مرة.